بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. بأمر الله احنا مع بعض دلوقتي يا شباب النموذج التاسع من نماذج الوزارة. واحد بيقول لك يهدف تجمع، استنى بسم الله، يهدف تجمع تكتل المريكسون. طبعا خدت المريكسون ده وخدت بريكسون يا شباب في تانية ثانوي منهج الجغرافيا الترم التاني ده تاخد عندك. المهم نكمل مع بعض وانت تكتل بيضم أرجنتين وبرازيل وباراجواي وأوروجواي، لو خدت بالك كلهم دول في قارة أمريكا الجنوبية. انت عايز التكامل السياسي واجتماعي بينهم، في دول عباره تصنف تكتل مريكسون بانه يا باشا ده مش دوله، فمش وحده سياسيه ومش قوه عظمى، هو تجمع اقليمي ولا دولي. هفرق بالاثنين. تجمع اقليمي هو تجمع اللي بيضم مجموعه دول بتجمع بينهم حاجه مشتركه، اما بقى الدولي يا باشا التجمع اللي بيضم مجموعه دول مفيش بينهم اي حاجه مشتركه. تيجي كده تقول لي مشتركه زي ايه؟ هقول لك زي نفس اللغه، نفس الديانه، نفس القاره الى اخره. طب ما لسه قايلين ان كل دول قاره مين؟ امريكا الجنوبية. إذن هو تجمع يبقى يا سيدي إقليمي، رمز ب. اللي بعده جايب لك شكل مقال، بيقول لك شكل اللي قدامك ده بيعبر عن نظام سياسي وإداري مركزي اللي هو يمثل وحدوي. الشكل الذي يرمز له برمز مين؟ يعني من الآخر مين في دول؟ دولة وحدوية. عارف أنت الوحدوية؟ إن يمس والله الرئيس معاك كل في الكل، يعني الحكومة وكل في الكل. يعني إيه يا باشا؟ يعني السلطة التنفيذية فيها أعلى ما يكون. بص عندك وشوف من فيهم الأخضر ده كتير. هقول لك يمس عين التنفيذيه فئات مسيطره ما شاء الله، فاجي اقول لك يبقى رمز مين بقى يا سيدي؟ رمز ج. اللي بعده تلاته بيقول لك ضرب زلزال جنوب تركيا وامتد اهتزازه الى شمال سوريا في 6 فبراير 2023، خلف وراءه ارقام مرعبه. في دول عباره يضم توفير البيانات عن حجم الخسائر. يعني الارقام دي يا مس، طب ما الارقام دي شغل مين؟ شغل نظم معلومات جغرافيه، فرمز ب. اللي بعده سؤال 4 بيقول لك ايه؟ مرت جغرافيا سياسية بمراحل منها فلسفية ومنها علمية. المرحلة العلمية كده عيد مين؟ هو مين مؤسس علم الجغرافيا السياسية؟ مؤسس ده مثلا عندك هو راتزل. حلو، راتزل ده عالم ايه؟ عالم ألماني، فجدك رمز ب. اللي بعده الأغلبية العرقية التي حصلت على حقوقها في عالم قديم. استنى زي ما انت معايا معلش. تنتمي إلى الدول ذات موقع إيه؟ تاني مرة مع بعض. أغلبية عرقية حصل حقوقها في العالم القديم. تنتمي إلى الدولة ذات موقع إيه؟ أغلبية عرقية خد حقها. استنى، أغلبية عرقية، أنت عندك الأقلية دايما هي اللي واخدة عندها مشكلة، لكن أول مرة أشوف أغلبية عندها مشكلة كان في دولة جنوب أفريقيا. يبقى تاني أغلبية خد حقها في جنوب أفريقيا. السلالة الزنجية، أنت عارف إن كوكوزين يا باشا هم اللي كانوا مضطهدين الأغلبية. دايما في العادي الأقلية المضطهدة، الحالة الشاذة الوحيدة عندنا في جنوب أفريقيا إن الأغلبية هي اللي مضطهدة يا باشا، والأقلية مطلعة عن الأغلبية في جنوب أفريقيا. فأنا بتكلم على دولة بقى مين يا سيدي؟ قال لك الكلام عندك على يا باشا دولة جنوب أفريقيا. طيب الدولة الجميلة دي يا سيدي تميز بإنها إيه؟ طيب معايا بقى بالراحة على سؤالك، هل هي دولة حبيسة؟ لا دي بحرية. مركزية؟ لا دي على هامش استراتيجي ما فيهاش مضايق، هي بحرية، رمز د. اللي بعده 6 بيقول لك يا سيدي، بيقول لك بسم الله زي ما انت معايا معلش. بيقول لك المنطقة البحرية تسعى الدولة إلى توسيع نطاقها. استنى، بوسع نطاقي يعني بوسع حدودي. يعني ايه بوسع حدودي؟ هقول لك انت الدولة دي برية، دي كده دولة برية. الدولة توسع نطاقها ونطاق النفوذ والحدود لو ليه يا ستي منطقة في المية. عندها يا ستي عندها مياه إقليمية، فتوسيع النفوذ والحدود بيتم من خلال المياه الإقليمية. طيب فكلام عن المياه الإقليمية، فدي لك هنا فيها إقليمية، هنا في إقليمية، مفيش إقليمي، مفيش إقليمي، يبقى ألف يا ب. طب كمل بقى، إقليمي ورصيف قاري ولا إقليمي وداخلية؟ يقول لك لا داخلية ما تنفعش. ليه داخلية ما تنفعش؟ الداخلية تعرفها كده بالظبط إنها جزء من يابس الدولة، محاطة بيابس الدولة من جميع الجهات، فأنت جوه أرض الدولة، مفيش فيها توسيع نطاق. تاني الداخلية جوه أرض الدولة مفيش فيها توسيع نطاق، فالداخلية لأ. خد بقى مين يا سيدي؟ رمز ألف. اوعى تنسى إن الرصيف القاري والمياه الإقليمية والمياه الداخلية المشترك بين الثلاثة إن هم سيادة مطلقة للدولة. طيب إيه كمان تاني يا سيدي؟ 7 بيقول لك كان النظام العالمي الجديد أثر اجتماعي سلبي على منطقة مين؟ استنى، اللي انضر اجتماعيا بالسلب النظام العالمي الجديد هو الوطن العربي. حلو، الوطن العربي ده فين فين؟ ده في أفريقيا وفي آسيا. يبقى أوروبا ده أوت وأوروبا ده أوت. نجيب بقى غرب ورشاق آسيا بظهر خريطتك. المنطقة دي يا سيدي فين في آسيا؟ شمال جنوب شرق غرب، ده غرب آسيا. فاختيارك هيكون ايه بقى يا سيدي؟ هيكون غرب آسيا، رمز ج. اللي بعده سؤال 8 بيقول لك يعود سبب وراء تعديل حدود أفغانستان مع الدولة المؤسسة لحلف وارسو. استني،
من هي الدولة المسيح الفرصي يا سيدي؟ هي دولة روسيا. حلو. ليه؟ الحدود بين افغانستان اللي هي دي يا سيدي وروسيا اتغيرت. هقول لك عشان بكل بساطه في دول ظهرت بينهم اللي هم كازاخستان وقرغيزنا واذربيجان وتركمان. الله، دول جايين منين دول؟ جايين من تفكك سوفيتي. فاجي اقول لك تفكك السوفيتي مين فيهم موجود؟ انت راسماليه دي كملت، انت شيوعي. ما هو السوفيتي كان شيوعي اشتراكي، فانت شيوعي يا سيدي رمز ب. طيب 9 بيقول لك ايه؟ تم اطلاق مبادره بدايه جديده ابناء انسان. دي بالنسبه لنا اسمها تنميه بشريه. والسؤال ده او الفكره دي جت قبل كده في نماذج ثانويه عامه بتاع الوزاره، ولو انت مركز كويس فيها يا سيدي هتلاقي الدنيا بجد سهله قوي. فانت لو ما كنتش شفت باقي الفيديوهات معانا فبعد اذنك شوفها معانا يا باشا. نكمل. ده بياخد ضمنيه يا باشا، ده مفهوم اجتماعي اهو يا مس، نظام سياسي في صورته الاجتماعيه. نفس السؤال اتكرر بنفس الاجابه هي رمز ج يا سيدي. 10 بيقول لك من العوامل التي ساعدت سكان تيمور الشرقي على الانفصال. تيمور الشرقي دول فين؟ دول يا مس بتوع اندونيسيا اللي في الطرف، دول هم التيمور اللي ساعدهم الشكل المجزأ لاندونيسيا وهم على الاطراف. كده اختياراتك، هل رغبه سكان تيمور في حكم فيدرالي؟ لا. لو حكم فيدرالي كانوا اندمجوا مع اندونيسيا، فلا. الجانب المورفولوجي الاندونيسي ما المورفولوجي هو الشكل، والشكل عندك هو مجزأ، يبقى عندك جاء مين يا سيدي؟ رمز ب. اللي بعده 11 بيقول لك اول علاقات دوليه بالعالم شهدها منطقه البحر الايه؟ استنى، اول علاقه عندنا كانت المعاهده بتاعه رمسيس وبتاعه الملك الحسين. حلو. هو نعمل ايه؟ نجيب خريطه يا باشا، ادي مصر، حسين دول كان عندك هنا كده في سوريا في منطقه مصر الشام هنا. طب ما ده بيطلع بحر ايه؟ بحر متوسط. هات اختياراتك بحر متوسط. طيب 12 بيقول لك تمثل مصبات انهار احدى اشكال مياه الداخليه تختفي في دوله مين؟ من الدوله اللي ما عندهاش نهر او ما عندهاش مصب بالنهر. بص، هو انا عارف ان هولندا واسبانيا وفرنسا دول عندهم نهر الراين. حلو. وعارف ان ايطاليا دي يا ستي عندهم انهار برضه زي نهر بو، نهر داخلي في ايطاليا. حلو. اوغندا دي عندها بحيره زي بحيره فيكتوريا ما فيهاش انهار، فاخد بقى مين؟ هناخدها رمز ب. قلنا ان ايطاليا عندها نهر بو، وقلنا يا مس ان فرنسا عندهم الراين. الاجابه الصح بقى مين يا سيدي؟ هي بلون تاني عشان ما تلخبطش لو انت بتشوف الفيديو، انا عارفاكوا كويس. اوغندا يا مس رمز ب، بحيره مش بحيره خالص. طيب نجيب اللي بعده. سؤال كام يا سيدي؟ سؤال 13 بيقول لك الممر المائي المضيق يعني اللي شهد مشكله سياسيه ترجع جذورها القرن 15. سبته ومنيله. مضيق مين ده؟ جبل طارق. سبته ومنيله اهو رمز د. اللي بعده 14 اكتر تغيرات شهدها العالم بين حربين تظهر في العالم فين؟ تغيرات بين حربين. طب تعالى هات خريطتك وبص معايا. بص يا باشا دي خريطه العالم دلوقتي، نجيب بقى القديمه شويه ونشوف اهو. بص يا سيدي اكتر حاجه عندك اتغيرت هي قاره مين؟ ما انت شايف بعينك اهو. انا مش شايفها، هوريك انا يا حبيبي. قاره افريقيا. قاره بص القاره عامله ازاي هنا. طيب بص الثانيه كده عندك، استنى هوريك. شايف افريقيا هنا برضو تغير تام. كم دول ما كانتش موجوده وبقت موجوده رهيب. طيب مين تاني؟ هقول لك برضو اوروبا. المنطقه دي اماكن كبيره ازاي، ومنطقه النمسا اوروبا برضو فيها تغيير على فكره. طيب هات لي اوروبا تحت. بص يا باشا، بص كان من بعد المانيا مفيش، كل ده ما كانش موجود، كل ده كان اوت ما كانش موجود. فبرضو قلنا كده اوروبا. بنتكلم على مين ومين؟ الكلام على اوروبا وافريقيا. اوروبا وافريقيا الاثنين دول يا ستي عالم ايه؟ عالم قديم. طب جديد؟ لا. متقدم؟ لا. افريقيا نامي. طب نامي؟ لا. اوروبا متقدم. فخدناها قديم لان القديم ومؤسسي افريقيا واوروبا. طب اللي بعده بيقول لك ايه؟ قدام شكل بياني لمساحه الغابات في بعض الدول. نازل لك دوله الصين، تمتلك رصيد اكبر من ايه؟ الصين ما شاء الله غابات عندها كتيره جدا. غابات مزايا يا سيدي؟ ملاجئ في الحروب، في الميدان العسكريه. فين عسكريه؟ اهو الباقي كده اوت. طب ايه كمان تاني؟ باخد منها اشجار اللي فيها اخشاب يا سيدي. الاخشاب عندك ايه يا سيدي؟ اقتصاديه، يبقى رمز مين عندك يا باشا؟ رمز ب. اللي بعد 16 بيقول لك تم اختراق الامن الثقافي العربي عن طريق العولمه الاجتماعيه. مباشر قوي ده، واللي ساعدهم على الكلام ده يا باشا هو الانترنت. طب كمان معايا دولة عربية اللي قامت بعدة محاولات لحل مشكلة الرعاة. تميز بإيه؟ مين دي؟ دي موريتانيا ومالي، موريتانيا والسنغال، ودخلت في الإكواس كمان. فموريتانيا هات خريطتك وبص على موريتانيا.
ادي يا مس موريتانيا، ما شاء الله بحريه اهي بواجهه واحده يا سيدي. طيب ارجع تاني، هل عندي وجهات؟ لا دي واجهه واحده. صوب اتصال؟ لا دي بحريه. عاصمه تتمتع بوصول اه يا مس هي دي ليه؟ ما عاصمتها نواكشوط، وانت حافظ كويس واخد منهجك كويس انها بتقع على المحيط الاطلنطي. تتشابه معظم حدود دولة الجزائر وبيرو. هي فين الجزائر دي؟ الجزائر عندك هي يا باشا في اسيا، انا اسفه جدا في افريقيا، اتلخبطت انا اسفه يا شباب. بيرو عندك في امريكا الجنوبيه. انت واخدها معلومه عندك ثابته ان امريكا الجنوبيه وافريقيا واسيا مين رسم حدودهم؟ الاستعمار هو اللي عاملهم، تقسيم الاستعمار ومستعمراته. فاجي اقول لك الف سبب نشأة الحدث السياسي تقسيم الاستعمار ومستعمراته. سؤال 19 بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك قدامك خريطه تختلف دوله جنوب السودان تمام عن الدوله اللي بتقع في جنوبها. هي مين جنوبها الاول؟ ادي جنوب، مين جنوبها؟ اوغندا. الكلام على مين بقى؟ مين يا باشا؟ الكلام على اوغندا وجنوب السودان. بيختلفوا عن ايه؟ وخلي بالك كويس، ايه اللي في جنوب السودان مش في اوغندا، مش العكس. طيب على الدول حبيسه مجاوره، عدي معايا كام مجاوره لجنوب السودان. هقول لك اثيوبيا حبيسه، واوغندا حبيسه، وافريقيا الوسطى حبيسه، فكده بيجاورها 3. طب شوف لي اوغندا، هي اوغندا كام واحده حبيسه؟ اوغندا جنوب السودان بس واحده، فكده ما شاء الله جنوب السودان متفوقه عليه فتنفع دي، بس هنسيبها شويه انا وانت. على الدول البحريه المجاوره استنى، جنوب السودان من جنبيه بيجاورها بحري كام واحده؟ واحده بس اللي هي السودان، فعندها واحده. طب واوغندا لا دول كتير، دول عندها الكينيا وعندها تنزانيا وكونغو ديمقراطيه. لا يا مس دي عندها 3، ما ينفعش دي. ليه يا باشا؟ ما هي مس تنفع في اختلاف يا باشا، اختلاف بس الاختلاف ده بيميز اوغندا وجنوب افريقيا. انا عايزه حاجه في جنوب افريقيا مش في اوغندا، وركز لان ده بيفرق في الجغرافيا، الجمله بتفرق والله. حتى بص اللي بعدها هتفرق معاك. الاشتراك في حدود بحيريه دي اوغندا بس، فبص هو لو عايز حاجه تميز اوغندا كانت كده ب وج ينفعوا، فالاثنين كده اوت. موقع بالنسبه ليابس وماء ده تشابه يا باشا. ليه تشابه؟ ما هو الاثنين حبيسه، الاثنين دول حبيسه ما شاء الله عليهم. يبقى الاجابه عندك بقى مين يا سيدي؟ رمز الف. اللي بعده 20 بيقول لك ايه؟ المنفذ البحري الذي ينعدم تعرض دول مطلة عليه لخطر هجرة غير قانونية. منفذ بحري الدول اللي بتطلع عليه ما بتتعرضش لهجرة غير شرعية، ما هي غير قانونية اللي هي غير شرعية، غير قانونية هجرة غير قانونية. ما هو القانوني هو الشرعي، الغير قانوني هو غير شرعي. مدغر نفسك ليه؟ طيب مين منطقة بيجيلهاش هجرة أو مسطح ما بيشوفش هجرة غير شرعية؟ بص معايا بالراحة بسم الله. كان كاتب بس في اختياراته كاتب أدرياتي بلطي عربي عمان. طيب نبص يا سيدي، عمان خليج عمان هنا كده لا بيتعرض لهجرة، فاجي اقول له لا ده بيجي له هجرة غير شرعية بتوع الخليج العربي او جنوب شرق اسيا والخليج العربي. طب بحر عربي بيجي له رخر. طب كمل معايا، بحر بلطي يا سيدي. فين بحر بلطي ده يا شباب؟ ده فوق خالص على فكرة. فين ده يا مس؟ بحر بلطي يا شباب فوق اهو هنا كده. هنا فين يا جماعة؟ هنا كده والله اهو هنا اهو، ادي بحر بلطي شمال اوروبا. ده بيجي لها هجرة؟ لا ما بيجيلهاش. فين ادرياتي؟ قلت لك مرة هنا اهو، بص ادرياتي اهو يا باشا. ايطاليا ولا مس بيروح لها هجرة ايطاليا دي. يبقى هاخد بقى مين يا سيدي؟ بحر بلطي عشان شمال اوروبا ما بيروحلهاش هجرة دي. 21 بيقول لك اهي من الاشكال والمصطلحات المائيه التاليه من المتوقع تتساوى في عدد دوائر عرض وخطوط طول تقريبا. تتساوى في الاثنين يا شكلها يكون مندمج. ما هو انت عارف تساوي عرض وطول تبقى مندمجه. حلو، شوف بقى مين فيهم مندمج يا سيدي. بص معلومه عندنا بس انا هعمل نفسي عبيطه واجيبها معاك برضه. بحر العرب، فين بحر العرب ده؟ بحر عرب يا مس ده كده، ده بحر عرب ده مندمج. لا يا مس عليه دايره يعني؟ لا يا باشا ده كبير ما شاء الله عليه. لا طيب بلاش بحر عرب. بحيره فيكتوريا، هي دي فيكتوريا على فكره. مس فين فيكتوريا دي يا باشا؟ ما انت عارف ان هي كده مندمجه موجوده عندك هنا كده، شكلها مندمج. قلنا 60 مره في منهجك دي يا حبيبي، فالكلام عندك على مين؟ فيكتوريا. طب بحيره ايري، بحيره ايري يا باشا فين ايري دي يا مس؟ ايري مش عارف فين ايري دي؟ لا ما اعرفش فين ايري. بحيره العظمى يا حبيبي، واحده من البحيرات العظمى اللي عندنا. طب ممكن اشوفها؟ سهله وبسيطه، خليك معايا استنى. اهو يا سيدي جبت لك الخريطه الكبيره. فين بقى ايري؟ اهو يا حبيبي، سبوريو وايري وانتاريو هم بحيرات عظمى. المنطقه الحلوه الجميله دي قدامك اهي. بص 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 المنطقه دي، استنى كبيره قوي دي بالنسبه لك، خطرت قوي. استنى اهو يا باشا المنطقه الحلوه الصغننه دي. لا دي مش مندمجه خالص. هو الكلام على مين؟ هو الكلام يا باشا على بحيره فيكتوريا. طبعا كسبان انت عارف ان هذا شكل مستطيل عرضي او طولي. العرضي كان بحر اسود والسوري طولي اهو يا باشا، طولي اهو قدامك.
هات اللي بعده يرضى. السؤال رقم 22 بيقول لك بسم الله: دراسة العلوم الطبيعية والبشرية والاقتصادية وأثرها على السلوك السياسي للأفراد يدرس ضمن إيه؟ مين اللي بيدرس علوم طبيعية وبشرية وأثرها على السلوك السياسي؟ إيه ده؟ علوم طبيعية وبشرية بتدرس على السلوك السياسي؟ دي جغرافيا الانتخابات. كنت ممكن اتلخبط شوية وأنت كطالب لو جالك جغرافيا سياسية كان ممكن تلخبطك شوية، ممكن، مع إنها ما بتأثرش على السلوك السياسي. تمام، بتأثر على مدى قوة الدولة. لو كانت مدى قوة الدولة كنت خدتها جغرافيا سياسية. لكن سلوك سياسي وجغرافيا الانتخابات. أثر البيئة على التصويت. كمل معايا بيقول لك ايه بقى السؤال ده؟ الدولة دي التي تعاني من عوامل التعرية النهرية. دي الولايات اللي هي مثل ان شاء الله مش ريو جراند غير مجراه. خدت بالك كم مرة في امتحانات النماذج دي جالك ريو جراند يا باشا؟ كتير جدا 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 والله العظيم. طيب ريو جراند كاتبه غلط، مش مهم تعرف ان بقى ريو جراند كويس. ريو جراند يا باشا ريو جراند. طيب كمل معايا يا سيدي. ريو جراند بقى مثله عند الولايات، هي اللي انضرت لمنطقه بانكو، كانت مع الولايات بقت مع المكسيك. طيب نتصل بقى بيه يا سيدي سلطه تنفيذيه في رئيس الوزراء وحده. لو رئيس الدوله كنت اتوقع انها نظام رئاسي. طب الفصل بين ثلاث سلطات يا مس تنفع دي ان شاء الله. ما انت عندك الرئاسيه فصل تاني بثلاث سلطات تنفع بيه، سيبها لي شويه. طب اقتصاد تنفيذيه بين رئيس وبرلمان؟ لا يا ستي، رئيس او ملك هي مش برلماني. فخدنا عندك بقى من يا سيدي رمز ب 24 إذا اتحركت سفينة من مسافة 24 ميل بحري متوجهة نحو ميناء الساحل هو الساحل بتاعنا يعني، وتوقفت بعد انقطاع 18 ميل بحري، فإنها تقف على مسافة متساوية بين إيه وإيه؟ حلو، استنى. السفينة اتحركت من بعد 24 ميل يعني جاية من بره، داخلها ميناء الساحل، داخلة عندنا في الساحل، هي داخلية ماشية مسافة 12 ميل. حلو، كمل. مشيت منهم حوالي 18 ميل. ماشي، يبقى اعمل ايه؟ اقول لك 24 ناقص 18 يديك كام يا سيدي؟ ادي 14 ناقص 8 نطرحهم على الحاسبه واجيلك عشان انا شاطر جدا في الرياضه. هي يا باشا نتيجه 6 سهله جدا اهو، سهله جدا يعني. المهم نكمل. لو انت 6 بقى فين؟ 6 دي انت عارف كويس ان انت المياه الاقليميه عندك من خط الساحل لمسافه 12 ميل. مسافة 12 يعني من 1 لحد ال 12 ده كلها مياه اقليمية. فهي في 6 فهي برضه في الاقليمية، فهي هنا كده بالظبط في النص مثلا. فبسبب بين ايه؟ بين مين ومين؟ بين خط الساحل اللي هو بداية المياه الاقليمية لحد نهاية الاقليمية. طب نهاية الاقليمية دي بنسميها ايه؟ بنسميها الحد السياسي البحري. فبين ومين؟ هل بنحفظ الخارجية الاقليمية وحافة المياه المحايدة؟ لا، هي ميسي داخلة لجوه مش لبره. حفظ الخارجيه الاقليميه مياه تكميليه قلنا جوه مش لبره. حد سياسه بحري اللي هي المياه الاقليميه وخط الساحل يا باشا هي دي. يبقى جايبه عندك رمز مين؟ رمز ج. والسؤال ده حلو بالمناسبه، ركز فيه كويس. اللي بعده 25 بيقول لك: تؤثر المقاومات الطبيعيه في قوه الدوله في مجالات زي مين؟ قضايا السكان والسياحه والثروه الطبيعيه. ثروه حيوانيه بس. مقاومات طبيعيه بتاثر في قضايا السكان والسياحه والثروه الحيوانيه. فضل عبارة الدول تأثرت بشكل إيجابي واتفق مع العبارة ذكر بالترتيب. تمام، بالترتيب، خلي بالك بشكل إيجابي. قلت إيه؟ قلت إيجابي، بشكل إيجابي وعايز كمان بالترتيب. طب بالراحة. أستراليا هات خريطتك. أستراليا يا مس، أستراليا سكان فيها عندها تأثر إيجابي؟ معلش بس ده قريبين من القطب الجنوبي. يا باشا كمل الباقيين. طيب جنب أستراليا عندك إيه؟ الكونغو السياحة. الكونغو يا مس دي بيعدي فيها كونغو. فين الكونغو؟ الكونغو اهي بيعدي فيها خط الاستواء. فالسياحه ايه في خط الاستواء دي؟ اقول لك ماشي، يعني انت عايز تعمل ايه؟ عايز اقول لك دي اوت. ماشي. طب استراليا نفس الفكره. لبنان سياحه. السياحه لبنان ماشي. طب ايطاليا يا باشا، ايطاليا بصي يا مس هقول لك حاجه، اتفضل قول. لو استراليا دي كانت ثروه حيوانيه، لان لما هاجي قال ان استراليا والارجنتين عندهم مراعي ومراعي عندهم ثروه حيوانيه، تمام. فاقول لك استراليا دي بالنسبه لنا هي ثروه حيوانيه. ماشي. ولبنان جاتنا في الجبال يا مس بلاد الشام مناطق الاصطياف، فجاه اقول لك دي سياحه. ماشي. وايطاليا مناطق اوروبا معتدل، فجاه اقول لك ده هيأثر بالايجاب على السكان، فجاه اقول لك ماشي المنطقه دي معتدله عشان هي اصلا بالطول المتوسط. قلت ايه؟ قلت ايطاليا عندك هي يا سيدي الدوله الجميله دي بالطول المتوسط مناخها معتدل. حلو. فانا عايز يا مس بالترتيب حاجه اولها يكون ايطاليا. طيب مفيش ايطاليا عندك.
طب ما هي اولها المانيا يمشي معاك؟ يمشي معايا، ما المانيا برضو في اوروبا، فمناخ السكان المناخ عندهم معتدل او بارد، ماشي. طب ولبنان سياحه يا مس، جبال بلاد الشام، ماشي. طب وارجنتين دي لسه قايله لنا ان استراليا وارجنتين الاثنين عندهم يا ستي ثروه حيوانيه شال مراعي، فاذا جبتك بقى من يا سيدي الرمز ده، والسؤال ده حلو وعجبني فركز فيه برضه. اللي بعد 26 بيقول لك ايه؟ تكتل الذي يحتوي على اقليه حرمت من التمتع بخصائصها الثقافيه. تكتل في اقليه حرموها تتمتع بخصائص ثقافيه، حلو. مين الاقليه اللي اتحرمت تتمتع بخصائص ثقافيه؟ الثقافيه عندك هي اللغه والدين. مين اللي لغتها ما رضيوش يخلوها تتكلم بيها؟ هقول لك الاقليه النمساويه اللي موجوده عندك، مين موجوده عندي في ايطاليا اللي هي منضمه الى الاتحاد الاوروبي. الاجابه عندك ب 27. اي منظمات التاليه ترتبط اهدافها ارتباط وثيق مع اهداف الاكواس. الاكواس ده مش بتاع الراعي، قال لك يعني في غذاء، في غذاء، يبقى عندك بقى مين دي غذاء زيها؟ الفاو، غذاء اهو. طيب اللي بعده 22 بيقول لك حياه نجاح الاقليه اللغويه في الوطن العربي اللي هم الاقراض. الاستقلال فمن متوقع زياده على الدول مجرد دوله مين؟ هات خريطتك وبص معايا كويس. استنى بس نضيفها كويس كده لو انت. بص يا سيدي، نرجع هنا تاني. بسم الله اهو. الاقراض هنا كده، المنطقه دي كده بالظبط، كده بالظبط، حلو ماشي. لو استقلوا دولة مين هيزيد لها جيران؟ ماشي نشوف مع بعض انا وانت. هات اختياراتك يلا يا سيدي. سؤال رقم ألف بيقول لك ايه؟ بيقول لك لبنان. هات لبنان وبص على لبنان. لبنان مالهاش علاقة بيهم خالص، اصلا لبنان بعيد حدودها عنهم تماما، فاجي اقول لك لا يا مس لبنان دي اوت. طيب هات لي سوريا، نجيب سوريا. سوريا كان مين جيرانها؟ كان جيرانها يا مس لبنان والاردن وفلسطين والعراق وتركيا، وهي كمان هيزيد لها ده كمان دوله، اللي هي الدوله دي هتزيد لها، يبقى سوريا هيزيد لها جيران. طيب سوريا تنفع، كمل. اردن وفلسطين، اردن بعيده، فلسطين برضو بعيده، هاخد بقى مين يا سيدي؟ دوله سوريا. طب كمل معايا. على فكره برضو العراق تنفع، تركيا تنفع، ايران تنفع لو كانوا موجودين. طب اللي بعد 29 بيقول لك تصاعدت مشكله ثابته ومليله ويتزامن مع ايه؟ استنى، مشكله ثابته ومليله تصاعدت يعني يا مس هو انت مش عندك عرضنا قضيه ثابته من الامم المتحده؟ قال لك الامم المتحده خدت فيها قرار، لا ما خدتش فيها قرار، وقالت لهم حلوها عن طريق الحوار فيما بينكم. الكلام ده بقى يا سيدي كان سنه كام؟ ده يا باشا كان سنه 1800، انا اسف جدا، 1985. ده السنه اللي اتصعدت فيها مشكله ثابته ومليله. طيب هات بقى اختياراتك. مؤتمر الصلح كان امتى؟ كان 1919 بعد الحرب العالميه الاولى. سان ريمو، انا اسف سان فرانسيسكو 1945 بعد الحرب العالميه الثانيه، فدول الاتنين دول اوت. طب انقسام المانيا وسور برلين ده كان بالخمسينات يا مس، والله كان بعد حرب عالميه برضه، فاجي اقول لك ده كان منتصف القرن، فبرضه لا. فاخد بقى مين؟ هاخد جيم، بس انا مش عارف ايه جيم دي يا باشا. جروباتشوف، فلاديمير جروباتشوف طلع سنة 1985 نفس الكلام، وعمل يا سيدي المبادرة بتاعت إعادة بناء أو إعادة هيكلة الاتحاد السوفيتي، محاولة منه إنه ينقذه من التفكك اللي كان فيه أو الضعف اللي كان فيه، بس سياسة جورباتشوف فشلت وانهار السوفيت. فالإجابة عندك جيم، والسؤال ده عاجبني عشان فيه تزامنات. اللي بعده 30 بيقول لك إيه يا سيدي بقى؟ في 30 بيقول لك بسم الله ادرس خريطة الأماكن جهاز مستنتج دولة رغم إنها كانت محاطة بحلف عسكرية من جميع الجهات إلا إنها ظلت بعيدة عن الانضمام لأي حلف. حلو، يعني دولة ما انضمتش الحلف. هات اختياراتك. فين أفغانستان؟ بصي دي أفغانستان على فكرة. دي أفغانستان. استنى لو أنا وأنت مع بعض بدون مختلف اللي هم اللونين ده كله. هات يا باشا الأحمر، استنى هات الأصفر. دي يا باشا أفغانستان، دي أفغانستان يا مس، دي افغانستان، دي ايران، برافو يا ولا عليك، دي ايران، دي افغانستان اصلا. فاجي اقول لك دي ايران ولا افغانستان دي؟ والله انت شايف ايه؟ خريطتك الكبيره كده بص مع نفسك. باكستان، افغانستان، يبقى مين دي يا باشا؟ دي افغانستان يا مس، دي افغانستان اخويا، دي كده عندك اهي افغانستان. لو قلنا كده مع بعض افغانستان ما كانتش في حلف.
باكستان لا كانت في احلاف. بنجلاديش اللي هي هناك دي كانت في احلاف لا. العراق كانت في احلاف. باخد بقى مين يا باشا؟ هي افغانستان الف. اللي بعده يا باشا سؤال كام؟ 31 بيقول لك يفصل بحر احمر بين تكتلين اقتصاديين. بحر احمر بيفصل بين اتنين تكتل واضح. نجيب مع بعض كده انا وانت. استنى يا باشا نجيب الخريطه مظبوط. اهي يا سيدي بحر احمر اهوت بين تكتلين بمين ومين؟ بين خليج عربي وبين الكوميس. طيب هات بقى خريطة سؤالك تاني. السؤال بيقول لك اي دولة تالية خارج عن نطاق الجغرافي التكتلين. ده عايز دولة ما تنضمش التكتلين. الكويت في تكتل، خليج عربي، السعودية في تكتل. بص بقى اريتريا وتنزانيا. هات خريطتك يا باشا وبص. بسم الله. بص يا سيدي استنى نجيب التكتل ده احسن. فين اريتريا يا شباب؟ دي في تكتل. فين تنزانيا يا باشا؟ تنزانيا اوغندا كينيا. دي تنزانيا مس في تكتل؟ لا. فخد بقى مين يا سيدي؟ هتبقى دولة تنزانيا رمز د. اللي بعده سؤال 32 بيقول لك ايه؟ بيقول لك ارمينيا جورجيا اذربيجان. مش دول جيم الاتفاق السوفيتي؟ يا مس فعلا حصل. لعبت اهميه هذه الدول دور كبير في ثاني حرب. هو مش دور بتاع السوفيتي؟ بتوع السوفيت. طب اذا حرب ايه؟ دي حرب بارده يا باشا. الاجابه عندك ب. طيب 33 بيقول لك ايه؟ القاسم المشترك بين جميع التكتلات الاقتصاديه. كل التكتلات. الميزه اللي عند الكل يا ستي، اللي عند الكل عند الكل. اتصال ارضي يا مس شرط اساسي. اقول لك بس الابك ما عندوش اتصال ارضي فدي اوت. تشابه نظام السياسيه يا مس ده جوه التكتل واحد في اختلاف نظام سياسيه. فاقول لك لا. قوة ديموغرافيه بس مش كله نفس القوه. يعني عندك اتحاد اوروبي ما شاء الله عدد سكانه كبير 500 نسمه، مليون نسمه يعني اكيد. وكوميسا 550 وخليج عربي 50. لا مش مختلفين تماما يعني. ده لا. طب تمثيل دبلوماسي مستقل ده تكتل؟ طبعا ليه؟ برضه بتنسوها والنماذج بتلعب عليها. وانا اللي اخدكم في السنتر اللي كذا مره. ايه بقى يا سيدي؟ ان التكتلات دي اتحاد كونفدرالي فبينطبق عليها كل ما ينطبق على الكونفدرالي. فكل دوله في الكونفدرالي لها حق تمثيل دبلوماسي مستقل. فاجابتك رمز د. 34 بيقول كان تطور وسائل المواصلات اثر في نشأة حد فين؟ دي كان في وسط اوروبا. قلت ايه؟ قلت وسط اوروبا. السكان زادوا وساعدنا على رسم تطور حركة مواصلات وسط اوروبا يا باشا. شمال روسيا؟ لا طبعا. غرب البرتغال؟ فين البرتغال؟ شمال جنوب شرق غرب. دي ميه. لا يا مس دي تنمية مناطق هامشية. اللي معايا من اول السنه عارف الجمله دي كويس. رسم حدود على اليابس، عدد سكان زائد سكان، رسم حدود على الميه، رسم حدود على الميه، تنميه مناطق هامشيه. فبقى دي اوت. طب جيم شرق بولندا. فين بولندا؟ بولندا اهي شمال جنوب شرق بولندا. ده في يابس مس تنفع دي. سيبها شويه. حاضر اسيبها لك شويه. جنوب اسبانيا. فين اسبانيا؟ اهو شمال جنوب. دي ميه. لا برضه. هاخد بقى مين يا سيدي؟ رمز جيم. اللي بعده 35 بيقول لك ايه؟ دي بيقول لك الحد السياسي الحضاري الذي فرض بقوه خارجيه يفصل بين دولتين. استنى، قوه خارجيه يعني الاستعمار. والاستعمار لازم حضور في اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبيه. طب بص معايا، مصر وليبيا دي افريقيا، مجر والنمسا اوروبا لا، هند وافغانستان دي اسيا ماشي سيبيه، فرنسا والمانيا دي اوروبا لا. يبقى عندك يا الف يا مين؟ يا الف يا جيم. حلو. هات يا باشا يلا خريطتك وبص معايا كويس. شوف بقى الف ولا جيم؟ مصر وليبيا ولا يا سيدي هند وباكستان؟ هات خريطتك كويس. بص يا سيدي السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشا سؤال تاني. حد السياسي فرض بقوة خارجية ليفصل بين دولتين. الاستعمار اللي عامله يعني. الاستعمار اللي عامله. طيب هات خريطتك يلا. هند وباكستان الاستعمار اللي عمله. هي اسيا الاستعمار عاملها كلها. طيب ما برضو مصر وليبيا دول في افريقيا، الاستعمار برضو اللي عاملها. الله. طب اخد مين فيهم؟ هاخد هند وباكستان ولا مصر وليبيا؟ هاخد هند وباكستان. ايه ده اشمعنى بقى؟ عشان لو انت لسه هفكرك ان بريطانيا اللي قسمت شبه قاره هنديه على اساس اللغه للهند وباكستان. فادق عندك في الاختيار. هاخد بقى مين؟ هاخد هند وباكستان رمز جيم. وعارفه ان معظمكم واخدها الف مصر وليبيا، بس ركز معلش. اللي بعده 36 بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك
النظام السياسي المجتمعية قلنا كذا مرة، وأمر الله جاي ثانوية عامة السنة دي مجتمعية بقى مؤسسية سواء فيهم جاي. طيب مجتمعي شبه الانتخابات ده القضاء؟ لا. طيب يا سيدي هل إنشاء مفاعل نووي؟ لا برضه. تطوير بنية تحتية لا له مسارات ماشي. الإجابة عندك جيم. 37 يشير الشعار المقابل لحلف تم توقيع ميثاقه فين؟ ده حلف مين ده يا شباب؟ ده الناتو ده ولا ورثه فريد نيتو؟ اسم انا معرفش. لا يا باشا، انت لازم تعرف على اشكال علامات الحاجات اللي عندك. طب ده مين بقى ان شاء الله؟ ده يا حبيبي ورثه. ده ورثه او ورثه ولا ناتو؟ ها ده ورثه ولا ناتو يا حبيبي؟ انت شايف انه ايه من فيهم دول؟ ورثه ولا ناتو؟ مش عارف. طب انا همشي معاك، هكتب لك ورثه واكتب لك الناتو. انا بتعامل بدماغ طالب في لجنه امتحان مش عارف ياخد من فيه، معايا بالراحه. قبل انعقاد مؤتمر صلح باريس، يعني قبل الحرب العالميه الاولى، هو ولا ورثه ولا ناتو اتعمل قبل الحرب العالميه الاولى، فدي اوت ماشي. بعد ازمه الخليج، هي ازمه الخليج خلى انهار ورثه، انهار مش توقيع ميثاق، فده برضو لا ماشي. بعد حصار مدينه برلين الغربيه، والله يمس هو حصار السوفيتي لسور برلين خلى الولايات تعمل الناتو، فتنفع دي عن الناتو، سيبها شويه. عقب انضمام امريكا الغربيه للناتو، يمس ده ورثه. يبقى كده بقى اتنين جولك اهو، ناتو وورثه. ده شعار بقى مين يا سيدي؟ ناتو ولا ورثه؟ هقول لك يا حبيبي ده شعار مين؟ الناتو. فالاجابه عندك رمز ج، وركز في الشعارات كويس. 38 بيقول لك يا باشا، بيقول لك ادرس خريطه جيده ثم اجب. الدوله الاشد عمقا والتي لا تستطيع الاتصال بالبحر الادرياتي الا بالمرور بعرض عدة الدول. الدوله الحبيسه ما تعرفش توصل الادرياتي اللي هو جنب ايطاليا ده غير لما تعدي مجموعه دول. مصر فين ادرياتي؟ ده ادرياتي يا باشا، ده ادرياتي. هو الكلام على سويسرا صح؟ لان هي قربهم اهو. طيب ما نشوف كده سلوفانيا، نشوف سلوفانيا يا باشا. انا عينيا ليك، استنى بس هسألك معلش. السؤال اهوت اشد عمق عشان توصل للادرياتي اللي هو هنا ده ادرياتي، مش ترى سكنها ادرياتي. ادرياتي اهو يا باشا، ده اوصل هنا. طيب سلوفانيا فين؟ سلوفاكيا. سلوفاكيا هي مس، عشان توصل له تعدي بالمجر وكرواتيا وبعدين توصل له. تنفع سلوفاكيا. طب كمل النمسا. فين النمسا؟ النمسا اهي، هتعدي بطريقه بس واحده بس، فلا هو عايز عده دول، مرور دول كتير. طب سويسرا تعدي بايطاليا بس دوله واحده، فلا. طب المجر فين؟ المجر اهي، تعدي بمين؟ تعدي بكرواتيا دوله واحده برضه، فلا. هاخد بقى مين يا سيدي؟ سلوفاكيا. اللي بعده 39 بيقول لك ادرس خيوط مستنتج يقطع دائرة الاستواء دولة ذات شكل مندمج ذو بروز. انا مش هتفكر فيها كويس، يعني هو استواء عندك اهو، ده الاستواء اهو، ده الاستواء اهو، معدي بمين؟ بالكونغو الديمقراطية مندمج ذو بروز. هو عندك نقطة بروز منهجك اللي قالك عليهم يعني الكونغو الديمقراطية وافغانستان. بس على فكرة قلنا لك مرة قبل كده في النماذج الشهرية وانت في السنتر كذا مرة، ناميبيا الجميلة دي، استنى هي ناميبيا الجميلة منهجها ذكرها ان هي مندمج ذو بروز، ليها بروز يا سيدي. طيب بيقول كمان جنوب السودان، نهاية جنوب السودان، شوفوا انتوا مع بعض كده. جنوب السودان مندمج ذو بروز، ليها بروز في دولة السودان، تنفع برضه. بس هو عايز بيعدي بقى خط الاستواء، مش هيبقى عندك غير مين؟ الكونغو الديمقراطية. طب اللي بعد 40 بيقول لك قوتان عظمتان التي لعبتا دور في اسراع باعلان نظام عالمي جديد، يتشبهان في دولتين ليهم دور ان هم اتسرعوا، ليهم دور في ان احنا نعرف نعمل بسرعه نظام عالمي جديد. تميزوا بايه يا سيدي؟ هقول لك نظام عالمي جديد يمس قصده بقى بيها مين؟ انا عارفه، انا برد عليك، قول لي انت والنبي. مس هما الدولتين اللي اسرعوا باقامه نظام عالمي جديد. هقول لك ان هو يا ستي ايه في ايه؟ مش كان في حرب الخليج بمين ومين؟ بين العراق وايران. ماشي، دول فعلا سرعوا بإنشاء نظام جديد. هل الاتنين في حلف عسكري واحد؟ وفي أول اتنين بيدخلوا يعني حلف عسكرية؟ أنا عارف إن العراق في حلف، يحلف مين؟ يحلف بغداد. طب يا مس وإيران هي برضه في حلف، بس أنا برضه هجيبها لك تشاور بعينيك يا سيدي. بص كده معايا كويس. بسم الله. استنى يا سيدي اهو، ايران في حلف، الاتنين في نفس الحلف اصلا، حلف بغداد. فالإجابة عندك كده مين يا سيدي؟ يبقى رمز ألف، وجبناهم منين كويس. طب يلا
41 بيقول لك ايه؟ بيقول لك اجتمعت مجموعة من الجغرافيين لحل مشكلة ظهور مسائل صغيرة في حدود سياسية لدولتين. ماشي. توافق العبارة السابقة على أي مراحل اللجنة. بيقول لك اجتمعوا الجغرافيين، اجتمعوا مجموعة من الجغرافيين قعدوا مع بعض عشان يوصلوا للحل يعني. يقول لك دي بصراحة. طب ما دي لجنة. ماشي. طب ما اللجنة يا باشا هي التوفيق اللي جاب عندك رمز ج. طب اللي بعده 42 بيقول لك ايه يا سيدي؟ 42 بيقول لك ظهور دول عدم انحياز، دول انا اسفه دول ايجابي اللي هو متحده في حل النزاعات منطقه بحر الادرياتي مع ايه؟ بحر الادرياتي مش دي بوسنا وهرسك اللي هي هنا كده يا مس؟ استنى كده معايا بالراحه كده. ادي ادرياتي بوسنا وهرسك. طيب البوسنا وهرسك دي يا ست هي مع ايه يا ست؟ هل مع انقسام الهند؟ لا. وهنا عايز ايه؟ هنا عايز منك يا باشا تقول التاريخ. فعايز تعرف منه يا حبيبي هما اتدخلوا في البوسنه والهرسك امتى؟ بص يا سيدي، انقسام الهند ده كان سنه 47 يعني نص القرن تقريبا. حرب بارده دي منتصف القرن يا باشا، خمسينات. طب ظهور الانحياز دي برضه نصف القرن. فالتلاته ما ينفعوش. خد عندك بقى مين؟ دال في يوغوسلافيا. اصلا بورصه هرسك ناتجين من تفكك حلف يوغوسلافيا. طيب اللي بعده يلا. سؤال كام؟ 43 بيقول لك بسم الله تشابه فرنسا والصين الاثنين دول وحدويه صح؟ قال لك وحدويه في امور كتيره يخرج عنها ايه؟ الاثنين مش شكل بعض في ايه؟ يختلفان في ايه بقى يا سيدي؟ بالراحه. درجه مركزيه الحكومه الاثنين وحدويه فلا. سياسه تسليح جماعي دخلوا حلف الاثنين. بص ايه؟ فرنسا خدت حلف، الصين ما دخلتش. الصين دخلت ورث وما دخلتش. الصين تعهدنا تساعد فما دخلتش. فتنفع دي اختلاف على فكره، بس كمل معايا بالراحه. المهيمنة على القارة المتحدة على الاثنين بيهيمنوا، ليه؟ الاثنين معاهم حق الفيتو. فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والهند. سور الاقتصاد العالم خارج اثنين بحريين، فده شبه. اخد بقى مين يا سيدي؟ ب 44 اخر سؤال بيقول لك التكتل الاقتصادي الذي تضمن هيكلته احد مؤسسات تعتمد على اليات الاقتراع المباشر. الانتخابات يعني الانتخابات، ما ده برلمان اوروبي. ما هو اللي بيجي بانتخاب حاجه واحده اللي عندك برلمان اوروبي. البرلمان الاوروبي تبع مين؟ تبع الاتحاد الاوروبي. بس يا باشا كده حبيبي نكون خلصنا النموذج الثامن تقريبا من نماذج الاسترشاديه لكتاب الوزاره. يا رب اكون كفيت ووفيت يا حبايبي. اشوفكم بقى الفيديو اللي بعده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالتوفيق يا شباب.